الدورة هذه نظموها احنا تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة والجامعة العربية للجولف وسانت أندروز اللي هي الجامعة العالمية للجولف. فما مشاركين فيها 13 بلد، باش نحاول نسميهم لك. هاي الإمارات العربية المتحدة، الأردن، قطر، البحرين، لبنان، فلسطين، السعودية، عمان، عندك المغرب، مصر، تونس بيان سور، الجزائر. مرحبا بك. بالنسبة للتحضيرات من أول ما رجوع المنتخب التونسي السنة الفارطة من السعودية بعد تتويجهم بالميدالية الفضية، رسمنا أهداف نتاعنا إن شاء الله السنة نلعبوا على المرتبة الأولى. صحيح أن خصم المغرب من أهم العناصر الصاعدة، شباب في مستوى محترف. خصصنا أكثر التدريبات نتاعنا على عدة ملاعب وعلى نخبة معينة من اللاعبين اللي هي 6 لاعبين. مرحبا بكم. حضورنا من ناحية البطولة هي بطولة الاتحاد العربي للجولف. الجامعة التونسية للجولف تستضيف البطولة، هي بطولة سنوية، البطولة رقم 35. عندنا نحن 16 دولة تحت مظلة الاتحاد العربي، 14 دولة مشاركة. في دولتين لأسباب خارجية ما قدروا يشاركون كسوريا عند موضوع الأمن والحرب، وعندنا في دولة الكويت عندهم تجميد الرياضة إجمالا قرار من اللجنة الأولمبية الدولية والفيفا، فما قدروا يشاركون. من ناحية البطولة هي بطولة فرق، بطولة دول. في نفس الوقت عندنا موازي في هذه البطولة الفردية، فإن شاء الله نشوف دولة جديدة على المنصة ونشوف فرد جديد على المنصة.